السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بقى نعمل سلسلة الديكورات الترندي ونبدأ بيها النهاردة هنستخدم قطعة الكرتون و كمان قطعة خيش واي علبة شكلها كويس بلاستيك فاضية عندكم، وعود شيش طاووق بس تخين شوية. في البداية بنجيب قطعة الكرتون وبنحدد عليها شكل دايرة بالحجم اللي انتوا تفضلوه، وبأي برضو غطا او اي حاجة، اي دايرة صغيرة نعمل دايرة تانية جواها زي ما انتوا شايفين كده وبنحددها. وبعد كده بنفرغهم بالمقص، بنحدد الدايرة الخارجية وبنفرغ الدايرة اللي جوه بالراحة، لازم تكون مظبوطة اهي. بعد احنا ما قصيناها هجيب قطعة الخيش اللي عندي وابدأ اخد منها خيوط، وانا قصة قطعة الخيش اللي عندي مربع قد بعضه علشان الخيوط تبقى قد بعضها، وببدأ اطلع منها مجموعة من الخيوط وهي بتخرج بكل سهولة من الخيش، لان الخيش اصلا خيوط كده في بعض فبيبقى سهل جدا بالنسبة لي ان انا اخرج الخيوط منها. دلوقتي بقى هاجي علشان اعمل الديكور، هجيب جيب 2 من الخيوط وبعدين بقسمهم من النص او بتنيهم كده، وبعدين باجي عند الدايرة الخارجية. بصوا باجي عند الدايرة الخارجية ومن الدايرة الخارجية بعمل دايرة تاني جوه بشد منها الخيط. هي سهلة جدا، ممكن اكون مش عارفة اشرحها لكم بالظبط علشان كده هتلاقوني موضحها لكم كذا مرة في الفيديو. بصوا دايرة وبعدين بنشد منها الخيط وبنشدها كويس زي المراية اللي احنا عملناها قبل كده. وانا هنا بستخدم 2 من الخيوط مع بعض علشان تبقى قوية معايا اكتر وعشان ننجز مع بعض برضو اهي. هكمل باقي الدايرة بنفس الشكل. اتمنى اللي وصل للجزء ده يضغط لايك، وبجد وحشتوني جدا جدا وان شاء الله مش هتأخر عليكم. هنا بعد ما كملت الدايرة كلها وشديت طبعا الخيوط كويس جدا ببدأ بأي فرشة واسرحها كده كويس علشان تكون مفرودة معايا، وهقص طبعا من الزوايا دي هقص كل الاطراف لحد ما اشوف المقاس اللي انا عاوزاه، ومش هقص كتير مرة واحدة، هقص واحدة واحدة كده لحد ما اوصل للشكل اللي انا حباه والمقاس اللي انا عايزاه للشراشيب الخارجية دي. وكل مرة ببدأ برضو اعملها بالفرشة علشان تكون مفرودة معايا. ده الشكل وده الطول اللي انا عايزاه، بفردها كويس علشان اتأكد انها دايرة مظبوطة مفيش جزء خارج عن جزء. هجيب بقى العلبة البلاستيك اللي معايا دي وهعمل لها فتحة من النص على قد عود الشيش طاووق التخين اللي معايا ده، ولو مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا قلم، وهلف عليه كله من الخيوط الخيش برضو، بس هسيب جزء صغير اللي هيدخل في القطعة البلاستيك دي بس. اهو لفيت عليها كلها وباجي كده بالولاعة بشيل لو في اي حاجة يعني خيوط كده، الخيش بيبقى فيه خيوط رفيعة كده، وسبت الجزء اللي هيدخل جوه القطعة البلاستيك دي وبس. وانا لفيت عليها كده كلها علشان تبقى متناسقة مع بعضها ويبقى الظهر برضو شكله حلو في الديكور اللي معايا. هلزقها كده من الظهر، وبعد ما ثبتها هثبتها برضو في العلبة البلاستيك دي، يعني هركبها فيها من فوق وهلزق انا من جوه. وطبعا لازم برضو كل مرة افردها علشان يبقى شكلها حلو معايا. وكده يبقى خلصنا الديكور بتاعنا، ما خدش مننا اي وقت. ودي فازة انا كنت عاملاها معاكم قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعها وهسيب لكم لينك المراية كمان، وتقدروا تعملوا من الديكور ده 2 يبقى شكلهم حلو جدا لو واحدة اطول من واحدة. اتمنى الديكور يكون عجبكم، اتمنى تضغطوا لايك وتسيبوا لي كومنت حلو زيكم. هتوحشوني جدا جدا للفيديو الجاي، ومبسوطة جدا اني رجعت لكم، بحبكم قوي. باي باي.